ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة وصفة السمك بطريقة لذيذة وطعمها خطير، وكمان خفيفة على المعدة جدا، ومعمول بطريقة دايت بدون قلي وبدون زيت. يدوبك بس معلقتين من الزيت النباتي، وهنقلي الكمية دي كلها. عايزة اقول لكم ان طعمه جميل جدا وهيعجبكم. يلا نشوف الطريقة مع بعض. عندي 4 سمكات وزنين حوالي 1900 جرام، يعني تقريبا 2 كيلو إلا. طبعا الوزن والكمية ده حسب انتوا ما تعوزوا، ممكن صغير ممكن كبير، ينفع في كل انواع الاسماك. بقطعهم شرايح كده مايلة كده بالطور، حوالي 3 شرايح لكل سمكة من جهتين. بجيب بقى عندي الملح وفلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، وكمان توم مهروس، وزيت زيتون، وكمان بحط كمون. وببتدي املح عندي السمك واتبله. بعد كده هرش حاجة بسيطة خالص من الدقيق، طبعا بس عشان ما يلزقش في الجريل. بس لازم برضو الجريل عندي يبقى تيفال او جرانيت عشان ما يلزقش. لو نوع تاني من الألمونيا ممكن يلزق، فيستحسن الجرانيت او التيفال. هبتدي بقى احط معلقتين من الزيت وهحمر السمك. احاول ما اقلبش فيه كتير، يعني ممكن مرة او مرتين من كل جهة وخلاص. وبرضو بحاول اغطي عليه لان ده السمك ده كبير، فلازم اضمن ان هو استوى من جوه. هو بياخد حوالي 10 دقايق من الجنب و10 دقايق من الجنب التاني، ما بياخدش وقت وبيكون جاهز. على بال بقى يجهز، انا بجيب 2 من الفلفل وبقطعهم شرايح. بعد ما السمك عندي استوى بحط معلقة من الزيت وبشوح فيه الفلفل الالوان. ولو في برضو بواقي زيت باقية في الجريل ممكن نحطهم عليهم كده على طول، بتديها طعم حلو كده وبتاخد من طعم السمك. وبملحه برضو شوية ملح، فلفل، بابريكا. ممكن برضو نعمل لهم شوية توم مهروس وبنحطهم كده على السمك، بيدي منظر لو عندي عزومة او ناس جايين لنا، يبقى مختلف شوية عن التقديم العادي. وبرضو حتى لو بنعملها للولاد برضو بيفرحوا بالاشكال دي ويحبوها. هجهز بقى كمان معايا رز الصيادية البني، شوية زيت، معلقتين زيت، وبصلاية متوسطة. وبخلي عندي البصلة تتحمر لغاية ما تبقى اللون البني كده، وبحط اضيف بعد كده الملح. يعني ما بحطش الملح والبصلة بتتحمر، بعد ما بتتحمر وتدي اللون بتاعها بزود الملح. بعد كده بحط المية. اول ما تغلي بنزل عندي الرز، طبعا كمية الرز زي ما انتوا عايزين. الرز البلدي العادي كل كوباية رز عليها كوباية مية، وبسيبه بقى بخليه على النار عالية لغاية ما يتشرب المية بتاعته كلها، وبعدين بوطي عليه النار. ما بياخدش ربع ساعة ويكون استوى. وعندي كده السمك جاهز، وفي 10 دقايق بيجهز، وكمان صحي حلو جدا حتى للي مش عامل دايت. المفروض نقلل الزيت علشان صحتنا برضو. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وياريت تشرفوني على صفحة كوكينج ويز هايدي. باي باي.